السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده بقى هنشوف هنعمل مع بعض ايه تجهيزاتنا كده ايه، وهيبقى غدانا ايه، واليوم ماشي مع بعض ازاي، زي ما احنا بنبقى ايه متفقين وبنمشي يومنا مع بعض. اللهم صل على النبي. معايا ده كرنب كنت مفرزاه كده في الفريزر، طلعته كده معايا من الفريزر اهو يفك على ما اجهز الصلصه بتاعته. ومعايا البصل اللي هو بيقولوا عليه بصل صعيدي، بصل ابيض، مش عارفه هو بصل ايه، بس نوعا هو رخيص شويه عن البصل الاحمر اللي احنا متعودين عليه. ماشي يا حبايب قلبي. ومعايا هنا كيسين طماطم مفرزاهم برضو في الفريزر، طلعتهم وتشكيله حلوه كده من البهارات. معايا كزبره وشطه وكمون وفلفل اسمر وسبع بهارات، كل ده كده جبته معايا في الطبق. هاخد منه الكميه اللي انا هاخدها عشان خلطه المحشي، وبعد كده هجيب الملح وهنشتغل مع بعض. تعالوا بقى معايا كده. هنبدأ نمسك البصلة بتاعتنا ديت كده، هننضفها كويس جدا، يعني معنى أصح هنقشرها كده وهنغسلها يا حبايب قلب مع بعض. يلا بينا. هي هنا البصل كده عشان هقشره هنا، علشان احط القشر هنا طبعا موسخش الرخامة معايا. يلا بقى هقشر البصل. البصلة دي بتبقى حامية جدا، بتبقى البصلة البيضة دي بتبقى حارة، ما بتبقاش نفس البصلة اللي هي الحمرا وكده. بس احنا جبنا البصلة اللي هي البيضة ديت كده طبعا للأكل والمحشي والحاجات دي، بيبقى طعمها حلو برضو في المحشي. وبعدين اهو شوية كده وشوية كده. هنا بقى هنكمل البصل بتاعنا تقشير، وبعد ما نقشره كده مع بعض كده يا حبايب قلبي. شايفين البصلة كبيرة كده، البصلة البيضة ديت حلوة ازاي. انا بحب البصلة الكبيرة كده تبقى في المحشي، بتنجز معايا. وبدل ما اجيب بصل كتير صغير كده، لا بجيب كام بصلة كبار كده، بروح جاية عاملاهم مقشراهم ومظبطاهم يبقوا ايه بتاع المحشي وكده. انا بحب البصل الكتير في المحشي. خلصت كده تقشير البصلة معايا وغسلته كويس جدا، وجبت الكبة بتاعتي معايا كمان، وهروح جايه مخرطة كده نص كمية البصل. طبعا ما الكبة تاخد معايا الكمية بتاعة البصل قد ايه. شايفين هنا انا فرمته كده ايه، ولا هو ناعم ولا هو خشن. جبت الحلة بتاعتي كده معايا، هعمل فيها البصل اللي انا ضربته في الكبة وهفضيه في الحلة كده. تمام. خلصت بقيت كل كمية البصل. ومعايا ايه، معايا جزرتين، ومعايا قرن شطة كده حامي سبايسي كده يخلي المحشي ده في مكان تاني. وهمسك الجزر واروح جاية مقطعه كده حلقات وافرمه فرمة في قلب الخلاط، في قلب الكبة. معلقة انا على الخلاط كده، يعني مش عارفة، في قلب الكبة كده. وبعد الكبة ما عملت الجزر كده اخد فرمة حلوة، جبت معايا فلفل الوان، فلفل اصفر وفلفل احمر، ونص قرن شطة حامي كده. تمام. قرن الشطة ده كان مخلي المحشي كده طعمه جميل. هاخده كده كمان كله هضربه بقلب بعضه كده ويبقى جاهز معايا كده. تعالوا بقى معايا على البوتاجاز. حطيت البصلة بتاعتي. هجيب معايا كده سمنة، اي نوع سمنة عندك انت بتحبيه. العلبة ديت عندي مخصصة للسمنة، بجيب سمنة بحطها فيها. ومعايا سمنة ومعايا زيت، وهمسك البصلة دي كده اقلبها تقليبة كويسة، وهنضف معلقتي من السمنة، اسيبها كده اما تسيح معايا وبعد كده هشيلها. هنا البصلة بقى خلاص السمنة بدأت تسيح معايا مع الزيت. بدي البصلة يعني تدبل بس معايا وكده. ماشي يا حبايب قلبي. جبت معايا ايه ده، جبت معايا الجزر بالفلفل بالثوم. معايا كده هوريتكم فص الثوم كده، جبت معايا فص ثوم حلو من اللي انا مفرزاه في الفريزر معلقة كده. وكل ده نزلت بيه مع البصلة يدبل كده كمان، طعمه كده ياخد مع بعض. الله، راحة فين يا شوشو كده؟ لبست العباية بتاعتك السمرة وراحة فين؟ وبوتاجازك شغال والبصلة بتاعتك شغالة، مش عارفة راحة فين دي يا جماعة. تعالوا هنعرف مع بعض هي هتروح فين وهتعمل ايه. وقبل ما تمشي طبعا لازم تكمل البصلة بتاعتنا، هتبدأ خلاص ان هي تدخل معايا في السوا. مش بحمر البصل بتاع المحشي جامد كده. تمام. البصلة معايا، جبت الطماطم المفرزة معايا كده ونزلت بيها على البصلة، اديلها تقليبة كده حلوة. وهجيب بهاراتي بقى اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض. وكان معايا برطمان الصلصة كده في معلقتين، هاخدهم كمان عشان يبقى طعم الصلصة بتاعتي حمرا وجميلة. انا طبعا حطيت فابريكا، بس مش عارفة الفابريكا اجت معاكم ولا ايه.
ومعايا البهارات بتاعتي ديّة أنا هاخدها كلها، بس أنا أخدت معلقتين كده معاهم مع تسبيكة المحشي دي بتخلّي الريحة حلوة، وجبت الملح بتاعي وحطيته كده تمام، وحطيت فابريكا كمان وهاغطي بقى خلاص على الصلصة دي وهاهدّي عليها وهانزل هاروح مشوار على السريع وآجي على أمّا الصلصة بتاعتنا تجهز. راحت فين شوشو يا جماعة، راحت تشتري فراخ. في محشي يعني لازم يكون في شوربة في الجو الساقع ده. نزلت كده على أمّا الصلصة بتاعتي اتسبكت معايا، جهزتها كده وهديت عليها النار، هديت عليها البوتاجاز بتاعي خالص كده علشان ما تتحرقش على أمّا أنا أنزل وأرجع، كانت هي اتسبكت وكانت خلاص تمام إن هي جاهزة. أنا هديت عليها ورجعت كده نزلت ورجعت، وطبعًا كان مهاب موجود في الشقة ومعرّفاه إن البوتاجاز شغال، فما ينفعش حد يولّع البوتاجاز وينزل يجيب طلبات ويسيب البوتاجاز شغال. أنا مهاب كان موجود في الشقة وقُلت له: "خلّي بالك عشان أنا مشغّلة البوتاجاز ومهدياه وما حدش يروح عند النار يلعب فيها." على أمّا الصلصة بتاعتنا اتسبّكت كنت أنا نزلت جِبت معايا كده فرختين معتبرين، سريع، سريع كده 5 دقايق وعلى طول ورجعت لإن أنا كنت متصلة عليهم يجهزوا كده. تمام كده يا حبايب قلبي، جِبت الفراخ بتاعتي فضّيتها كده في الكيس وجِبت معايا مَيّة وبانقعها وبانضّفها كده تنضيفة كويسة من أي حاجة مش عاجباني في قلب الفراخ. هنا الرجلين بتاع الفراخ دي ما كانتش شالت الضوافر بتاعتها وكده، أنا جِبت المقص ورُحت جاية مقصقصاهم كده ورُحت جاية منضّفاهم على السريع. لازم كده وأنتِ بتعملي حاجة دايمًا حاجاتِك كلّها كده تبقي أنتِ مخططة بتعملي إيه وتجهّزي حاجاتِك جنب بعضها، ما تعطّليش نفسِك على حاجة معيّنة، وشوفي إيه اللي أنتِ بتعمليه ده، وربنا يا رب يرزق كل واحد ويوسّع علينا أجمعين يا رب، ويا رب وسّع رزق أجوازنا كلّها. هنا طبعًا غسلت الفراخ كده مرّة وشِلتها، ودي المرّة التانية غسلتها برضه، وهامسك الفراخ ديّة هاقطّعها تابعة بقى التقطيع اللي أنت عايزاه. أنا كانت الفراخ عندي كبيرة جدًا، ما شاء الله كانوا داخلين على 2 كيلو ونص، سِبت الفخاد ماسكة بعضها بس أنا جيت عند الصدور كده رُحت جاية مقسّمة بدال ما الصدرة كانت تبقى 2 عملت معايا الصدرة 3. هاوريها لكم كده وأنا باغسلها. لمّا أنا قطّعت الفراخ كده عرفت اللي أنا أغسلها كويس جدًا، وطبعًا بتشوفي أي حاجة كده مش ضابطة معاكِ أنتِ وأنتِ بتعمليها شايفاها. هنا عندي بس صدرة كده سِبتها متكاملة ببعضها، وبقية الصدور أنا قطّعتها كده كل صدرة جبتها 3 مع بعض. تمام، كده تمام كده زي ما أنتم شايفين، وغسلت الحاجات دي كده كويس جدًا، غسلتها مرّة و2 و3 لمّا لقيت المَيّة دي رايقة معايا خالص، رُحت جاية خلاص قُلت أمّا أعمل محلول النقع اللي أنا هانقع بيه الفراخ. محلول النقع إيه يا شوشو، أنتم شايفين المَيّة نضيفة إزاي معايا في الطبق، جِبت معايا ملح وجِبت معايا دقيق وجِبت معايا ليمون، وما رضيتش أحط خل يا حبايب قلبي على الفراخ، لإن أنا كده غاسلاها غسيل كويس جدًا، فأنا مش مضطرية إلا أنا أحط خل. هاسيبهم بقى كده مع بعضهم يتنقعوا كده شوية على أمّا أجهّز خلطة المحشي. على المحشي بتاعي هيكون الفراخ اتنقعت معايا ساعة كده والّا حاجة. جِبت معايا الخلطة بتاعتي، جِبت الرز وجِبت الشبت وقلّبته في الصلصة بتاعتي، إحنا طبعًا عاملين الخلطات بتاعة المحشي ديّة مع بعض قبل كده كتير. وجِبت معايا هنا في قاع الحلة جِبت معايا بصل وفلفل وبطاطساية كده ورُحت جاية مخرّطاهم كلّهم كده طرنشات ورُحت جاية حاطاهم في قلب الحلة. وجِبت معايا كده طبقة من الورق الأخضر حطيته في قلب الحلة من تحت، بقيت إن أنا أحشي الورق الأخضر دي كده الأول تحت، إحنا بنحب الورق الأخضر يا جماعة، أنا من عشاق أكل الورق الأخضر بتاع الكرنب وورق العنب والحاجات الخضرا دي باحبها جدًا، مباحبش ورق الأبيض قد كده زي ما باحب الورق الأخضر. فطبعًا عملت رصة كده تحت في قلب الحلة من الورق الأخضر، وبعد كده هاكمّل بقية الحلة كلها ورق أبيض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي كده واحنا قاعدين، طول ما احنا بنصلي على النبي كده الحاجة بتزيد بركة معانا. عملت كده رصة من الورق الأخضر وعملت معايا رصة كمان من الورق الأبيض، وكمان أنا حشيت الحلة دي وحشيت كمان حلة صغيرة كده حلوة محندقة كده على قد اللي هياكلها. خلصت كده الورق بتاعي تمام كده كويس جدًا.
أنا فضل معايا رز يا حبايب قلبي وورق الأبيض كان خلص معايا، هاعمل بيه إيه؟ تعالوا هنشوف هنعمل مع بعض إيه. خلاص كده أنا خلصت ده، قُلت أمّا أولّع على الفراخ تتسلق معايا عشان آخد الشوربة بتاعتها، وأولّع على بقية المحشي الطبخ. غسلت الفراخ كويس جدًا، وطبعًا حماتي كمان طلّعت بطة صغيرة كده قالت عشان الأكل يبقى كتير كده ويكفّي الكل، رُحت جاية مطلّعة كمان بطة صغيرة على الفراخ، غسلتها برضه كويس جدًا وكنت نقعتها مع الحاجات دي. عملت إيه يا شوشو هنا؟ أنا هنا يا جماعة حطيت إيه، الباكوك جرنيه بتاع شوشو أم مهاب عملت إيه، جبت بصلة وجزرة وحبهان وورق لورا وكل الحاجات ديّة مع فص توم واديت لهم تشويحة كده ونزلت بقية الحاجات بتاعتي في قلب الحلة، وبعد ما نزلت رُحت جايبة مرقة دجاج وشوية فلفل أسمر وشوية بهارات فراخ كده سريعة ورُحت جاية حاطة تمام، حطيت كده ورُحت جاية مشوحاه وحطيت المَيّة بتاعته. أنا كان عندي ورق عنب في الفريزر مفرّزاه، غليت شوية مَيّة كده على السريع ورُحت جاية واخداه، على أمّا الفراخ بتاعتي اتسلقت وعملت شوربة مرق الدجاج، كنت أنا حشيت الورق العنب كده زي ما أنتم شايفين، تمام، خلاص بقى أنا هاولّع على ورق العنب، حطيت إيه، حطيت ملح وحطيت مرق الدجاج وحطيت دبس رمان وحطيت ليمون كمان على ورق العنب. هاخد بقى من المرقة بتاعة الشوربة ديّة وهاحط وهاشغّل البوتاجاز بتاعي وهاولّع كده وإيه وأسوي معايا محشي ورق العنب وكمان الحلة الصغيرة بتاعتي. ولقيت هنا كمان الفخاد استوت قُلت أمّا أشيلها وأسيب 5 دقايق كمان البطة الصغيرة ديّة وأسيب الصدور كمان يستووا معايا قيمة 5 دقايق كده تمام، تمام كده يا حبايب قلبي، خلاص كده تمام. رُحت جاية كمان مجهّزة معايا المكرونة، عملت معايا كمان كيس مكرونة وولّعت كمان على حلة المحشي التانية الكبيرة وكده حاجاتنا كلّها جاهزة. بعد ما ولّعت على المحشي كده أخدت ما كان فاضل معايا صلصة من بتاعة المحشي اللي أنا كنت باحطها منها على الوش دي، على وش المحشي، رُحت جاية واخداها على شوية شوربة كده قُلت أمّا أعمل طبق ملوخية كمان يا جماعة كده جنب منها. جبت معايا المرقة كده بعد ما غلت ونزلت بالملوخية، ومعايا طاسة فيها إيه، فيها توم وفيها كزبرة ناشفة، وهنا ديّة كده إيه كلّه شغال جنب بعضه. ما شاء الله عليكِ يا ست أم مهاب، كلّه كده جنب مني سريع سريع. عزومة كده بسيطة وعلى قد الحال يا جماعة كده عملناها، ونزلنا تحت مع الحبايب حماتي واتغدينا مع بعض، تمام، كده طبق الملوخية كمان معايا جاهز، وكله كده آخر قلاجة معايا، طبخنا المحشي بتاعنا وطبخنا المكرونة والفراخ وكله تمام، ورق العنب هنا يا سلام على الريحة وعلى الطعم، وكمان حلة المحشي الكبيرة ديّة استوت والحلة الصغيرة والمكرونة والفراخ استوت كمان كلها معانا. تعالوا بقى ناخد الأكل بتاعنا ده كده وننزل عند ست الكل حماتي تحت، خلاص هانزل بقى كده خلاص نزلت، أحمّر بقى اللحمة بتاعتي كده ويبقى كده الأكل بتاعنا جاهز واليوم بتاعنا كده جاهز، وإيه رأيكم في يومنا يا حبايب قلبي؟ مننساش بقى حبايب قلبي ينسوا كده دعوتهم الحلوة ليّا، ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم أبدًا، أبدًا يا حبايب قلبي، ولا من دعواتكم ليّا، ويا رب، يا رب، يا رب أكون عند حسن ظنكم، وما تنسونيش بقى باللايكات بتاعتكم والكومنتات بتاعتكم والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد، وهنا أقول لكم أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه.